ضد. طب ليه في ناس بتحاول تضعف الجيش وتسب الجيش وتحاول لا، احنا لا نسب ولا نضعف، بس احنا بنذكر بالمهمة الأساسية للقوات المسلحة. إذا كانت المشكلة 1.3 مليار كذا، احنا هندفعهم للجيش من دمائنا. إذا كانت المشكلة التسليح، هناك دول تغنينا في هذا التسليح. وأصل القادة السابقين فعلوا هذا. يعني أنور السادات في يوم اختلف مع الروس، مشاهم قال لهم مش عايزكم. جمال عبد الناصر ضيقت عليه أمريكا، راحت تشيكوسلوفاكيا. احنا نفسنا في الشخصيات القيادية هذه تعود لتمثل مصر في العالم. للأسف الشديد أن كل الذين يمثلون مصر الآن، يعني احنا في دولة الأقزام حاليا، دولة أقزام. طبعا. يعني شيء مرعب جدا. أنا لو عديت لك الشخصيات المصرية اللي ممكن أن تسد فراغات كثيرة جدا، منسيين تماما. الآن يتصارع على السلطة مجموعات من الأقزام. مصر ما تستحقش كده. مصر لديها كفاءات هائلة. الناس بتقول انه لما كنت في الاخوان، هل كنت بتقول لهم الكلام ده وبتواجههم بكل الاتهامات اللي حضرتك او النقد اللي حضرتك بتقوله، ولا دلوقتي عشان في خلاف فبتنتقد؟ لا، هو ما فيش خلاف والله. مفيش خلاف. هو ده برضه تصور غلط. انما الحمد لله انا طول عمري كده، يعني اللي في قلبي على لساني زي ما بيقولوا. ولكن انا صرحت بهذا يعني منذ سنة 1999 تحديدا، لأن خرجت لقيت أوضاع الإخوان تغيرت. التنظيم الخاص استولى على كل شيء ويدفعنا إلى محرقة جميعا. فصرحت بهذا، لكن كان هذا متداول. يعني أنت لما تشوف تاريخ الخطابات اللي برسلها هتجدها متواصلة من هذا التاريخ لحد سنة 2008. 2008 طبعا. كنت أراسل مكتب الإرشاد أيا كان المرشد. وآخر رسالة إنقاذ لنقابة المهن العلمية مما يحدث فيها. يعني أنا أقصد أنا لم أتوقف عن هذا كتابة وبكل اللغة المحترمة. الآن إحنا بشأن الدولة المصرية، فلا يأخذ عليها أحد أن أنا أتحدث في الإعلام أو إلى آخره. لا سيما أنه جميع القوى السياسية الآن بتقول لو كنا سمعنا كلامك وما كتبته ما كناش وقعنا في الأخطار دي. السؤال الأخير، لأن احنا خلاص تتر وخلصنا. شايف مصر بكرة إيه؟ مصر ستعيد ثورتها بأقوى مما كانت، وستعيد وجهها الناصع الذي تحدثت عنه الدنيا كثورة سلمية أحدثت تغيير غير مسبوق من أكثر من 1000 سنة بالفعل. وأما الذين سرقوا الثورة من أصحابها فسيندمون كثيرا. أما لو تابوا من الآن فسيكون هذا أولى له. هيكمل الرئيس مدته ولا لا؟ مش هيكمل الرئيس مدته. مش هيكمل؟ لا، ما أعتقدش. المعطيات تقول لا يستطيع الاستكمال. طب والجماعة مش هتتسنده تقف معاه وتحميه مش لازم. ممكن الجماعة تتوب عن إيه؟ تتوب عن يعني أخذ حقوق الآخرين وإضافتها إلى الجماعة بغير وجه حق. بس الثورة دي تشارك فيها المصريين جميعا. بس في ناس بيقول لك لو ما كملش احنا هنعمل، واي حد هيجي بعدين مش هيكمل، وهنثورة اسلامية ومسلحة. دوس على هؤلاء، لا قيمة لهم. لا قيمة. اللي بيهدد ده أضعف من النملة. ده مصر ناس أسماء. بقول لك مصر لا يهددها مثل هؤلاء. وهم عارفين، يعني عارفين قوتهم، وعارفين قوة مصر. قوة الشعب كشعب وكجيش وكشرطة حتى. ممكن الجيش في امتى ينزل؟ امتى يبقى موجود؟ امتى؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن أنا لا. لكن تتوقع؟ أتوقع، ولكن لا أحب هذا. لا تحب إطلاقا. أحب أن المخطئ يتوب ويسلم ما اختطفه بسهولة ويسر، ويدرك أنه أفسد دولة قائمة وأصبحت أفسد مما كانت. حضرتك عايز الرئيس يسلم السلطة. ده أولى له بكثير. لمين يديها؟ لمين طيب؟ يرجعها للثورة تاني ونعمل مجلس. أصل احنا كان عندنا تصور للمرحلة الانتقالية. لا، بعيد عن تصور. يعني هو دلوقتي رئيس خلاص. حضرتك بتقول لي هو اختطف فيرجعها، يديها لمين دلوقتي؟ يديها للمجلس الرئاسي. احنا متفقين عليه من يوم الثورة ما قامت. مجلس رئاسي طبعا. ثم تعاد كل الأشكال الصورية التي حدث لازم تهدم، لأن هي مهدومة بالفعل. عشان نبني دولة من جديد، نبني دولة مؤسسات محترمة العالم يعظمها.